في قلب صحراء الجزائر الشاسعة، حيث الرمال تمتد إلى ما لا نهاية، تكمن لوحات صخرية تحمل أسرار آلاف السنين. هذه ليست مجرد رسوم، إنها رسالة من الماضي البعيد، تحكي حياة بشر عاشوا قبل التاريخ المعروف. إنها تسيلي ناجير، حيث الغموض يلتقي بالعلم والرسومات تخبرنا بما لم تسجله الكتب. مرحبا بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. تسيلي ناجير تقع في جنوب الجزائر، وهي واحدة من أكثر الصحارى غموضاً في العالم. هذه المنطقة الجبلية العالية تحتوي على آلاف الكيلومترات من المنحوتات الصخرية والرسوم التي تعود لأكثر من 12,000 سنة. يونسكو صنفتها كموقع تراث عالمي، ليس فقط لجمالها، بل لأنها تحمل دليلاً على حياة الإنسان القديم في صحراء كانت مليئة بالمياه والحيوانات الضخمة. هنا نجد صور الحيوانات المنقرضة، فيلة، زرافات، وحتى وحوش لم تعد موجودة اليوم. بعض العلماء يقولون إنها دليل على أن صحراء الجزائر كانت أرضاً خصبة مليئة بالحياة، قبل أن تتحول إلى صحراء قاحلة كما نعرفها. الإنسان القديم رسم نفسه وهو يصطاد، يرقص، أو يمارس طقوساً غامضة. لكن السؤال الحقيقي: لماذا هذه الرسوم؟ هل هي مجرد تسجيل للحياة اليومية؟ أم رسالة رمزية لم تصلنا رموزها بعد؟ بعض الباحثين يعتقدون أن هذه الرسوم تكشف عن معرفة غريبة بالكون والطبيعة، ربما كانت مرتبطة بمراسم دينية أو بمعتقدات قديمة جدا. وهناك أسرار لم تفك رموزها بعد، مثل الرسوم التي تظهر كائنات تشبه الإنسان مع رؤوس غريبة. هل كان البشر القدماء يمتلكون معرفة غير معروفة، أم أنها مجرد تخيلات فنية؟ العلم الحديث كشف أن بعض هذه الرسوم قديمة جدا وتسبق حضارات معروفة مثل مصر القديمة. لكن الأساطير المحلية تقول إن هذه المنطقة كانت مأهولة بكائنات خارقة، أو كانت بوابة لعوالم أخرى. تسيلي ليست فقط صحراء، بل مكتبة صخرية مفتوحة على ملايين الأسرار، تنتظر من يقرأها بعناية ووعي. اليوم تسيلي ناجير ما زالت تخفي الكثير. رسوماتها تحكي قصص البشر والحيوانات، وتذكرنا بأن الماضي مليء بالغموض والدهشة. هل سنفهم يوما كل أسرار هذه الصحراء، أم أنها ستظل لنا لغزا محاطا بالغبار والوقت؟ إذا أعجبك هذا التحقيق، لا تنسى الضغط على اشتراك وتفعيل الجرس لتكون أول من يكتشف أسرار الجانب المظلم من التاريخ والعلوم.